السلام عليكم ورحمة الله تعالى. في هذا الفيديو سنتعرف على ملخص سريع لأهم وآخر أخبار النادي الأهلي السعودي الملكي كما ذكر في الصحف والمواقع والإعلام اليوم. ولكن قبل أن نبدأ في التفاصيل كل ما عليك الذهاب والضغط على زر الإعجاب لكي نتعرف سويا على عدد عشاق ومحبين ومتابعين النادي الملكي في الوطن العربي وفي كل مكان. تستمر المتابعة لكواليس الصفقات داخل قلعة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة والتي تشهدها بداية سوق الانتقالات الصيفي، ويسعى الأهلي لضم النيجيري أديمولا لوكمان لاعب نادي أتلانتا الإيطالي في الصيفية المقبلة، والأهلي يستقر على اللاعب كهدف أول ورئيسي في الميركاتو لدعم خط الهجوم في الموسم القادم. بحسب صحيفة الرياضة يخضع المدافع الأهلاوي روجر إبنيز لفحوصات طبية قبل التدريبات الجماعية يوم الخميس، ويحدد بناء على تلك الفحوصات إمكانية مشاركة اللاعب أمام الرائد في بطولة الدوري. ومن ناحية أخرى كتب الإعلامي محمد القاعود على صفحته الرسمية قائلا: موسم الأخبار المزيفة والكاذبة بدأ مبكرا، لا توجد مناقشات داخل الأهلي السعودي حاليا لضم أي لاعب سواء لوكمان أو غيره. التركيز حاليا المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، والأخبار المنتشرة من وحي خيال مؤلفيها لا ماتياس ولا الإدارة يفكرون حاليا في أي شيء يخص الموسم القادم. يواصل فيرمينيو نجم النادي الأهلي تدريباته المكثفة استعدادا لمباراة الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا أمام بوريرام يونايتد التايلاندي، حيث يسعى لتعزيز جاهزيته بعد استبعاده من القائمة المحلية في الفترة الأخيرة. ويخضع فيرمينيو لبرنامج تدريبي خاص تحت إشراف مدرب فردي، مما يعكس التزامه بالتحضير الجيد للمرحلة المقبلة. ويعتبر اللاعب البرازيلي أحد الخيارات الأساسية للمدرب الألماني ماتياس ياسلا، خاصة مع اقتراب المنافسات الآسيوية، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية. تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع البرازيلي إبنيز في مواجهة فريقه الأهلي ضد الرائد يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري. وتأتي هذه الشكوك نتيجة لإصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مواجهة الديربي أمام الاتحاد. وإذ تأكد غياب إبنيز سيكون أمام المدرب الألماني ماتياس ياسلا تحدي كبير، حيث سيتعين عليه اختيار أحد اللاعبين محمد بقرة أو ريان حامد لتعزيز خط الدفاع بجانب التركي مريح دمريال. أطلق الناقد الرياضي ماجد الفهمي تحذيرات قوية بشأن الوضع الحالي للنادي الأهلي، مشددا على أن غياب الفريق عن منصات التتويج لمدة 9 سنوات يعتبر كارثة لنادي له تاريخ عريق في كرة القدم السعودية. وأشار إلى أن التعادل الذي حققه الاتحاد مع الأهلي يعكس حالة من الارتياح لدى المنافسين، رغم أن الراقي لم يحقق أي ألقاب منذ فترة طويلة، وهو ما لا يتناسب مع مكانته. كما انتقد الإدارة التنفيذية للنادي مؤكدا أن عدم التعاقد مع محترفين أجانب خلال فترتي انتقالات متتاليين يظهر خللا إداريا واضحا. وختاما دعا إلى ضرورة إعادة تقييم الاستراتيجية الإدارية والفنية في الأهلي لضمان عودة الفريق إلى سكة البطولات واستعادة مكانته كأحد الأندية الرائدة في المملكة.